كتير منكم سألني هل عملية الغدة الدرقية بتخوف؟ هل حياتي اتغيرت بعد استئصال الغدة الدرقية؟ كل الأسئلة اللي انتوا بتسألوها لي أنا هرد عليها. هل هفضل طول عمري ماشية على دواء الهرمون اللي هو التعويضي؟ هل أنا هفضل صوتي رايح مش هيتحسن تاني؟ هل وزني هيزيد؟ هل شعري هينزل؟ هل أنا هفضل طول عمري حاسة بخمول زي ما أنا حاسة؟ كل الأسئلة دي أنا هرد عليكم في الفيديو هنا دلوقتي، وكمان هرد عليكم بتوضيح أكتر في اللايف. اولا استئصال الغده الدرقيه يعني بنخليه اخر حاجه، بنخليه ان احنا ما ناخدش القرار ان احنا نعمل استئصال على طول غير لما نبقى نسال دكتور واثنين وثلاثه، دكتور غدد صماء، نعمل تحاليل، نعمل اشعاعات. ده بالنسبه لاستئصال الغده الدرقيه، خلوها اخر حاجه لان هي مش احسن حاجه. دي اول حاجه. هفضل طول عمري ماشيه على الهرمون؟ ايوه طبعا، ما دام انا استأصلت الغده الدرقيه كامل هفضل طول عمري ماشيه على الهرمون. هي حبايه صغيره، حبايه هرمون تعويضي، باخدها كل يوم الصبح على حسب الجرعة بتاعتك اللي الدكتور بيحددها وبيقررها لك على حسب التحليل بتاعك. بتعملي تحليل كل 3 شهور، تفضلي متابعة مع دكاترة، مع دكتور غدد الصماء علشان تظبطي جرعة الهرمون. هل هفضل حياتي هتتغير؟ طبعا حياتي قبل الغدة الدرقية مختلفة كل الاختلاف عن حياتي بعد الغدة الدرقية. حياتي قبل الغدة الدرقية أنا كنت عايشة بحياة طبيعية، ما باخدش علاج، بس كنت تعبانة، كنت حاسة بإرهاق، كنت حاسة بألم، كنت حاسة بخمول، بوزني بيزيد، ما بقتش هي دي حركتي ولا نشاطي، ومع اني كنت بشتغل فكنت ببقى مش حاسة ان انا بقى احسن حاجة. بس بعد ما استأصلت الغدة الدرقية محدش فاهمني ومحدش عرفني ان انا لازم اعمل تحليل كل 3 شهور، محدش قال لي ان انا لازم ان انا امنع سكريات، نشويات، امشي لايف ستايل، ان من بدري اتحرك، اعمل رياضه. محدش قال لي الكلام ده كله. عشت سنه مرار، عشت سنه كامله تعبانه جدا، ما بقتش قادره ان انا اتحرك، سبت شغلي، ما بقتش قادره، كان عندي مشروع قفلته، ولكن ابتديت ان انا ابحث، ابتديت ان انا ادور وافهم واعرف كل شيء، وليه احنا مرضنا، وليه احنا ما شلت الغده الدرقيه وما زلت تعبانه. كل الحاجات دي طبعا ان انا اخد هرمون الغده الدرقيه لوحده مش كفايه، في نظام حياه كامل، وخصوصا كل ما السن بيعدي كل ما بنكبر في السن كل ما حياتنا بتتغير. انا النهارده كده بقالي 10 سنين شايله الغده الدرقيه، فالنهارده جايه اقول لكم التجربه بتاعتي. طيب انا دلوقتي هل الجرح بيبان؟ لا، الجرح ما بيبانش، الجرح بيفضل مع الكريمات، الدكتور بيبقى عامله بطريقه تجميليه كويسه، بيبقى عامل زي خط من خطوط الرقبه. حاجات كتير قوي حياتنا بتتغير فيها، فلازم نحن نعرفها، لازم نحن نفهمها، لازم نعرف احنا مرضنا ليه، احنا شلنا الغده الدرقيه ليه، طب نمشي ازاي في حياتنا. وللناس اللي لسه ما شالتش الغده الدرقيه انا هعرفكم وهنمشي نظام. انا مش دكتوره، انا مش بديع الطب، ولكن عندي تجربه، عندي معلومه، اخدت دبلوم التغذيه العلاجيه علشان اقدر ان انا استفيد وافيد غيري بان انا ازاي انا مرضت وازاي ان انا اقدر اطلع نفسي من الحاله دي. لو انتم مهتمين معايا او تعرفوا ان شايلين الغده الدرقيه او عندكم الغده الدرقيه بس فيها خلل وبتاخدوا لها الهرمون التعويضي، يبقى اللايف ده ليكم والفيديو ده ليكم. لو انتم ما عندكوش الغده الدرقيه لكن تعرفوا حد من قرايبكم او من اصدقاء معارفكم عنده الغده الدرقيه، شيروا له الفيديو ده وقولوا له ان انا هفتح لايف كل يوم علشان اتكلم فيه عن تجربتي مع الغده الدرقيه، وعشان ازاي ان احنا نعرف نتجنب ان المضاعفات ما بعد استئصال الغده الدرقيه او مضاعفات الغده الدرقيه عموما لما بيحصل فيها خلل، ان كان خمول، ان كان نشاط، ان كان فيها ورم. انا الغده الدرقيه عندي كان فيها ورم فكانت لازم تتشال عشان ما تقلبش معايا بسرطان. فانتظركم ويلا بينا على اللايف. انا هفتح لايف دلوقتي ونتكلم بكل توضيح، واي سؤال انتوا عايزين تسالوه اكتبوه لي في الكومنتات هنا، واكتبوا لي في التعليقات في اللايف. السلام عليكم.